السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أخواتي في فيديو جديد. اقتراح ديال اليوم إن شاء الله غنحضر معكم هاد الكيكة الجميلة أخواتي بواحد الكريمة خطيرة خطيرة في المذاق ديالها، وبواحد الطبقة اللي كتكون فوق الكيك جد رائعة. مذاق جد مميز أخواتي، كنصحكم بقوة تجربوها لأنني متأكدة إلا جربتوها غادي تنال الإعجاب ديالكم وغادي تولي معتمدة عندكم. غادي ندوزو على بركة الله باش نشوفوا المكونات. أول حاجة أخواتي غادي ناخدو في واحد البول، غادي نديرو 3 ديال البيضات، يستحسن يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. وهنايا على داك 3 ديال البيضات غادي نديرو أكيد رشيشة تاع الملحة لتعديل الذوق، ونديرو الفاني سواء السائل أولا واحد الساشي نتاع فانيلا. هنايا كنديرو ثلث كوب أولا عفوا كوب إلى ربع نتاع السكر، يعني كوب مع مرش نتاع السكر، وغادي نضربو هاد المكونات كلهم بالضراب الكهربائي بهاد الشكل حتى يتضاعف معايا الحجم ديال البيض مع السكر. غادي تشوفوا كيفاش غادي يولي الخليط بحال هكا، يعني كيتفتح داك اللون وكيتضاعف. وفي هاد المرحلة عاد غادي نضيفو باقي المكونات. غادي نديرو هنايا ثلث كوب نتاع الزيت، تنخويه مرة واحدة، مع نص كوب ديال الحليب. والمقادير ان شاء الله غنحاول نخليهم لكم كاملين في صندوق الوصف بالكوب وبالغرام. صافي هنايا اخواتي كنوقفوا التطراب وغادي نديروا 2 اكواب نتاع دقيق. الكوب الاول كيكون عامر والثاني ما كيكونش عامر، وواحد 12 غرام من خميره الحلوى اي البيكين باودر. صافي كنحاولوا نغربلوهم مباشره على الخليط. هنايا ما كنخدمش الماكينه باش هكا ما يتناثرش معايا داك الدقيق حتى يتخلط مع المكونات. عاد كنخدم الماكينه هكايا ومده يعني قليله جدا، يعني غير هكا باش داك الدقيق يتخلط مع باقي العناصر. صافي بمجرد نشوف كلشي اندمج كنحبسوا التطراب، يعني غنحاولوا هنايا ما نطربوش بزاف، اولا ممكن تضربوا يعني غير بالطراب اليدوي. هنايا اخواتي في مول ديال 23 سنتيمتر 22 23 سنتيمتر كنديروا فيه هاد الخليط ديالنا. اكيد المول كيكون مدهون ومرشوش بالدقيق. وهنايا من الفوق غادي ندير واحد الكميه لا باس بها نتاع اللوز فيلي، فكنحاولوا هكايا نوزعوه بالتساوي اخواتي وعلى جميع الجهات. فهاد اللوز فيلي غادي تشوفوا السيرو اللي غادي نوجدوه صراحة كيعطيه واحد البنة خطيرة خطيرة. صراحة كنصحكم انكم تجربوا هاد الكيكة بنفس الطريقة لان فعلا تستحق وتستاهل التجربة. صافي هنا غادي ندخلوها الفران، اكيد كي الكيك العادي غادي نخليوها حتى تطيب معنا تماما. اكيد كندخلوا فيها الكيردون كيبان لينا بان الكيك ديالنا طايب، فصافي كيكون واجد. والفران المهم تدخلوها الفران يكون يعني غير دافي. هنا غادي نوجدوا الكريمه، غنحتاجوا ليها على بركه الله 200 ملي من الكريمه يعني كريم شونتي. وغادي نديروا عليها هاد الكريم باتيسري اللي حضرتها مسبقا، درت فيها 200 ملي من الحليب مع 2 معالق عامرين نتاع كريم باتيسري ونص، وواحد 3 معالق نتاع السكر، وفي الاخير كندير 1 معلقه نتاع الزبده. صافي يعني كريم باتيسري معروفه كيفاش كتحضر، كديروها تخلطوا المكونات اللي قلت لكم فوق النار. غنخليها لكم المقادير في صندوق الوصف بطبيعه الحال. وكنتحصلوا على واحد كريم باتيسي تكون ثقيله، ضروري اخواتي انها تكون ثقيله. كتخليوها حتى تبرد عاد كتضيفوها مع هاد الكريم شونتيي اللي درتها. صافي كنخلطوهم يعني مجموعين، وكنتحصلوا على هاد الكريمه العجيبه مذاقها اكثر من رائع. قوامها هكا كيكون ثقيل ولكن بنه ما نقولش لكم اخواتي كتجي بنه خطيره فيها. داك المزيج بين كريم باتيسري والكريم شونتي. ني غادي نحضروا السيروب. بالنسبه ليا غناخذ هكا واحد المقيله صغيره، درت فيها معلقه نتاع السكر، 2 معالق نتاع العسل، معالق كلهم كبار، ومعلقه نتاع الزبده، معلقه كبيره اكيد. هنايا غادي نوضعوا هذا الخليط فوق النار. بمجرد ان داكشي يذوب صافي كنطفيو على النار، والنار تكون هكا غير مهيله. وهنايا من بعد ما كنخرجوا الكيك ديالنا كنخرجوه في هذا اللوين اخواتي، يعني حاولوا ما تغمقوهش بزاف لان باقي غادي نرجعوه للفران. كنديروا عليه هذا السيرو اللي وجدته. هذا السيرو مع داك اللوز فيلي كيعطي واحد الطعم رائع اخواتي. صراحة كيعطي واحد الطبقة مقرمشة لهاد الكيك وبنة لا توصف. صافي هنا كنحاولوا هكا نوزعوه بالتساوي يعني على الكيك يعني من جميع الجوانب. وغادي نرجعوا هاد الكيكة للفران فقط مدة ديال 2 دقائق.
يعني دغيا دغيا أخواتي حاولوا تخرجوها، ما تخليوش اللون ديالها حتى يغمق معكم بزاف بزاف، لأن من بعد راه كيرجع يعني الصهد على الكيك، وعاد كيزيد اللون ديالها أنه يزيد عاد يتبدل. فلذلك حاولوا أنكم يعني خرجوها وهي تبان لكم غير هكا دهبت شوية، صافي خرجوها. صافي، وكيكون هذا هو الشكل ديالها أخواتي. أنا هنايا فات ليا شوية ليها يعني في اللون، كنت بغيت صراحةً أنا خرجتها من الفران يعني في اللون اللي كنت باغاه، ولكن كما قلت لكم رجع عليه ديك السخونية، فاللون زاد أنه يعني تبرونزا أكتر. ولكن البنة أخواتي راه جد 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 رائعة. صافي هنايا كنقسموها على جوج، أكيد من بعد ما خليتها حتى تبرد معايا. فصراحةً هاد الكيكة كتليق في هاد الوقت صراحةً، وقت القهوة ديال العشية، شي حاجة اللي أكثر من رائعة توجدوها لعائلتكم ولحبابكم. كنقسموها في الأول على جوج كيما شفتوا معايا بالسكين اللي كيكون مسنن. صافي راه كتجي ساهلة هكايا في التقطاع، هاكا تقطعوها للنصفين. كندير هاد الكادر نتاع لي كيك، أولا ممكن نديروها في نفس المول اللي كيكون، مهم أي مول عندكم نتاع الكيك يكون يعني نفس العبار نتاع الكيكة اللي درتوها. هنايا غادي نحاولوا أننا نقطعوا هاد الكيك يعني على جوج، ومن بعد عاوتاني كل جهة كنقطعوها تاني على جوج. مهم كنتحصلوا على 8 قطع، دابا كل واحد غادي نقطعوه على جوج. هنايا كنتحصلوا على 8 ديال القطع، كنحاولوا ما أمكن نديروهم متساويين. فهنايا كنقطعوا الكيك ديالنا قبل ما نمونطيوه، لأن باش يجينا سهل في ديك الساعة في التقطاع. يعني هاد الطبقة كتكون شوية هكايا فيها ديك الطبقة من الفوق نتاع كراميل مع لوز فيلي، صراحة كتكون هكا مقرمشة، فكتردب شوية يعني هكا، لذلك كنقطعوها قبل ما نمونطيو. صافي هنايا كنديروا ديك الكريمة فوق طبقة نتاع الكيك. هاد الكريمة راه كنديروها كاملة، يعني راه العبار هو هذاك تماما كما قلت لكم. هاد المول نتاع 22 سنتيمتر اللي استعملت. غادي نحاول هكا نبسطها بالملعقة أحسن، دغيا كتبسط معايا. فكما قلت لكم هاد الكريمة كتجي شوية هكا عاقدة، ولكن يعني صراحة جد 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 رائعة مذاقها. يعني صراحة أكيد إلا جربتوها أنا غادي تعرفوا ديك الساعة علاش كنهضر لكم. مذاق لا يوصف. وهاد الكيكة على فكرة هي كيكة يعني ألمانية. صافي هنا كنمسح الجوانب هكايا. ودابا غادي نديرو دوك القطع نتاع الكيك من الفوق بهاد الشكل، يعني كنرجعوهم لبلاصتهم. صافي حتى نكمل بالكامل، واخر واحد الا ما بغاش يدخل لكم اخواتي نقصوا منه واحد شويه، يعني على حسب داك العبار اللي غادي يبان لكم، وكتدخلوه بكل سهوله. صافي وهنايا اكيد اخواتي غادي نديموليوها، غادي تشوفوا معايا المنظر ديالها. صراحة جد رائعة، ولا تديوها في يديكم هكا إلا كنتو معروضين. صراحة كيكة اللي مميزة جدا، وشكل مختلف ومغاير على المعتاد. أكيد غادي نقطعها معكم باش تشوفوا المنظر ديالها من الداخل. فأنا قطعتها على 8، ما هي ممكن أنها يعني تقطعها أكثر إلا بغيتوا تحصلوا على عدد القطع أكثر. صراحة مذاق لا يوصف، وكيكة جد رائعة. كنتمنى من قلبي تجربوها وتردوا عليا الخبر في التعاليق. ونكون هنا وصلت لنهاية ديال الفيديو، نتمنى منكم دعموا الفيديو بلي لايك، بارك الله فيكم، والتشجيعات في التعاليق إن شاء الله. الله يجازيكم كل خير، وخليتكم أخواتي على خير، ونتلقاو في فيديوهات وأفكار ووصفات جاي إن شاء الله. مع السلامة.